الإنسان بطبعه اجتماعي، ومهما حاولنا أننا نكون منعزلين على راسنا كيجي واحد الوقت كنحتاجو فيه للآخر، كنحتاجو اللي يوقف معانا في الزوينة والخيبة، اللي يشاركنا الضحكة ويشاركنا البكية، غير اللي يسمع لينا. كنحتاجو لشي حد يكون سند ديالنا، حيث اليد الواحدة لا تصفق لكنها تصرفق. هاد الواحد يقدر يكون عائلة، حبيب أو لا صديق، وفي هاد العلاقات يكون الأخذ والعطاء بشكل متوازي هاك ورا، وكل طرف كيحاول بالطريقة ديالو يساعد الطرف اللي معاه. العطاء ماشي بالضرورة يكون فعل، يقدر يكون قول، كما ماشي بالضرورة يكون فعل اللي فيه بزاف ديال الجهد. العطاء هي صفة زوينة، ولكن خص يكون فيها عطاء وأخذ، ماشي غير تبقى تعطي وما تاخدش. تعطي من الحب خذ الحب، تعطي من الطاقة وخذ الطاقة. داكشي علاش انا اليوم جبت لكم افكار بسيطه جدا تقدروا تفرحوا بها احبابكم واصحابكم او الانسان اللي كيقدركم. غنصنعوا انا وياكم شميعات. وباش نقادو هاد الهدايا غادي نحتاجو لهاد الادوات. انا هنا كنعطيكم غير افكار بالنسبه للادوات، وانتم تقدروا تستعملوا داكشي اللي عندكم في الدار. بالنسبه لهاد الشمع تقدروا تستعملوا غير داك العادي، انا هذا شريته غير ب5 دراهم. بالنسبه لهاد الملونات تقدروا تعوضوهم بالقرفه، تعوضوهم بالحميره، ولكن نحاولوا انكم ما تحرقوش الشمع. وبالنسبه لهاد القرعي وهاد القرعات تقدروا تستعملوا اي قرعه عندكم ديال الكونفيتور ولا اي قرعه ما بغيتوهاش راه صالحه. الحاجه بالنسبه للزين تقدروا تستعملوا اي مكونات عندكم ولا كما حبت لكم الخاطر. وكمرحله اولى كندوبوا الجمع، من بعد كنديروه في هذا الكاس كما كتشوفوا، كنخليوه حتى يشد شويه في راسو، ومن بعد كناخذوا هذاك العود ولا تقدروا تستعملوا كيردون وكنديروا فيه هذاك الخيط بحال هكا كما كتشوفوا في الفيديو، وكنخليوه في الثلاجه حتى يبرد على خاطرو، ومن بعد كنزينوه. كمرحله ثانيه كناخذوا فازلين كندهنوه في المول ديالنا، ومن بعد كنسكبوا الشمع اللي ديجا ذوبناه، ولكن كما قلت لكم حذروا انكم ما تحرقوش غير في نار هادئه، اولا تقدروا تذوبوه في حمام مريم على هذا الشكل، ومن بعد كنسكبوا الشمع ديالنا. بالنسبه للمرحله الثالثه اللي هي مرحله التزيين، كناخذوا اي حاجه بنا نزينوا بها السطح ديال الشموع ديالنا قبل ما يجف تماما، ومن بعد كنتبتوه باش يشد لينا مزيان، ومن بعد ما يطيحش تقدروا تستعملوا اي حاجه، ورود مجففه، اي حاجه بغيتو.
ومن بعد هكا فكره نديرو دوك الشميعات ديالنا ساشيات صغار، اولا تقدروا تستعملوا بلاستيكات صغار، اولا تقدروا تخليوهم هكذاك وتعلقوهم يا اما في طوموبيل اولا الصالون ديالكم، اولا تهديو كما قلنا تهديها لشي واحد كتبغيه ولا كتقدروا، العائله ديالك، الام ديالك، الاب ديالك. المهم انا كنعطيكم كما قلت لكم الافكار، وانتم بدعوا وديروا اللي بغيتو نتوما من الخيله ديالكم. نشروا الحب ونشروا الطاقة الإيجابية، نشروا السعادة والابتسامة، غير بحاجات بسيطة نقيسوا القلب ونقيسوا الروح ديال الإنسان اللي معانا أو اللي كنبغيو أو لعائلتنا. ما تنسوش إلا عجبكم الفيديو ديروا لايك وسبسكرايب، ونلقاكم إن شاء الله في صحة جيدة وفيديو جديد. سلامة، خليت لكم الراحة.